ايه انت دي؟ هتتكلم؟ انا كونك في قولي اسمي. يا ابني انا معايا قدك يا ابني، ما تتكلمش كده. ملعون ابو لقمه العيش يتخزلنا ليكوا. ابوك انت جوه سابوها فين؟ جوه. ابويا نعم. عايز فلوس اروح اخد باسبور. وانت كل شويه فلوس فلوس، انت ما بتبطلش فلوس. انا قعدت خيوط وففت بس كده. انت بتاع فرفشه وخروج بس. سبتها شغل يعني. بدل ما تيجي تقف معايا وتتعب معايا تقول لي مش بتاع شغل. امان عايز فلوس هجيب فلوس ولا امشي؟ اقف هنا شويه لغايه ما اروح اجيب لك فلوس واجي، ولا اقول لك روح اقعد على المكتب لغايه ما اعمل حاجه واجي اجيب لك فلوس. مصدوم في مرايتي حبايبي اللي قتلوني في حكايتي بحاول اخبي. انت ده الكبد بتاعتي. برضه انت يا ابني، انت مش متربي. هو انا عشان شغال عندكم بتعاملني كده؟ طب ما يجي ابوك وانا نشوف صرفه في الموضوع ده. اخليه يمشيك بقى. خليه يمشيني يا عم، ده ارزاق على الله. حاضر. اعوذ بالله. ايه يا حسن، في ايه يا حسن؟ يا ريس مش هينفع كده يا ريس. مش هينفع في ايه؟ مالك؟ كل مالك وشك متغير ليه كده؟ ابنك كل ما يجي يهزقني في المحل ويفضل يقول لي انت ومش انت وتعالى. هو عمل معاك كده؟ ما يرضيش ربنا اللي بيحصل ده ما ده. تزعلش يا حسن، ده انت ازاي يعني؟ وانت عارف انت كنت بتعتمد عليا وانا دراعك اليمين هنا في المحل، ابنك يجي يهزقني كده. واحد الله يا حسن، واحد الله، وانا اوريك انا هاخد حقك ازاي. شوف شغلك ده، انت اساس المحل. هتشوف يا شغل. هتشوف. وايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه بس عايز الكبد بتاعتي. هو شغال عندك؟ طب ابويا بقول ده الكبد بتاعتي ماسك معايا. ما تعملوش كده. لا مشيه بقى. امشي مين؟ لا هو ما يمشيش، انت اللي تمشي. يلا بره وما فيش فلوس اديها لك. مشوفكش تيجي هنا تاني. اقول لك تاني، انت انا هسيبك. يلا مشيت بالشغل ده. يا عم انا كنت عملت لك ايه؟ بص كتابك.